روى الإمام النسائي في سننه وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه. لما حضر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فقال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فرض الله عليكم صيامه تغلق فيه أبواب الجحيم وتفتح فيه أبواب السماء وتغل فيه مردة الشياطين. لله تبارك وتعالى فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها حرم، من حرم خيرها فقد حرم. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهنئ أصحابه ويبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستبشر إذا رأى الهلال، بل كان يدعو بدعاء مأثور عليه إذا رأى هلال رمضان أو إذا رأى أهلة الشهور. فجاء في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رمضان، جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربكم الله. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، والحديث يصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى. فكان يقول: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربكم الله. فكان يستبشر عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال وإذا أكمل الشهر ودخل شهر آخر كان يدعو بهذا الدعاء ويستبشر. فمن باب أولى أن يقال هذا الدعاء لمن دخل عليه هذا الشهر المبارك. من باب أولى أن يستبشر المسلم إذا دخل عليه هذا الشهر المبارك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستبشر بدخول الشهور وبمقدم الشهور، فمن باب أولى أن يستبشر المسلم وأن يفرح وأن يسر إذا دخل عليه هذا الشهر المبارك، فيقول: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. وهو يريد ويطلب من الله أن يعان على الطاعة والقربات في شهر رمضان المبارك.